فيلم سبيكلز ذا تربسورس. فيلمنا بيبدأ من 80 مليون سنة، وفي الوقت ده الديناصورات كانت منتشرة في شبه الجزيرة الكورية، وكان موطن الديناصورات جزء من الأرض معروف باسم جيونامي يوسو. ومن أخطر أنواع الديناصورات اللي كانت موجودة وقتها نوع اسمه تربسورس. وفي ليلة اكتمال القمر بيتولد ديناصور من نوع التربسورس اسمه سبيكلز، ومعروف إنه طفل فضولي وممتع، وبيكون عايش مع أخوه الكبير وإخواته التوأم وأمه، وعش العيلة موجود على قمة جبل بحيث يقدروا يشوفوا الغابة كلها بوضوح، وبيكونوا سعداء وبيقضوا كل وقتهم في صيد أنواع تانية من الديناصورات. وبيكون عمر سبيكلز سنة واحدة بس، وعشان كده هو لسه مش محترف في أساليب الصيد، وبيحاول انه يقضي وقت كبير مع اخواته عشان يتعلم منهم ازاي يصطاد فريسته باحترافيه، وبيتعلم اسلوب اخواته في الصيد بحيث اخواته التوأم بيشتتوا انتباه الفريسه وبيوقعوها في كمائن في وقت ما اخوه الكبير بيهجم عليها. وبعد ما بيكبر شويه بيكون مستعد للصيد، وبتبدا امه انها تعلمه اساليب القتال المحترفه. وفي يوم من الايام بيحسوا فجاه بهزه ارضيه شديده تحت رجلهم، وبيفهموا وقتها ان الديناصور تريكس بيهجم على باقي الديناصورات، والديناصورات بيطلقوا عليه صاحب العين الواحده لانه فقد عين من عيونه. ومعروف عن تيركس انه اقوى ديناصور على وجه الارض، وبسبب هجومه على الديناصورات ده ادى لموت اخو سبيكلز الكبير نتيجه تدافع باقي الديناصورات فوقه، واخواته التوأم وقعوا من فوق الجبل. وبتروح ام سبيكلز تاخد حق ولادها من تيركس، لكنه بيكون اقوى منها وبيقتلها في ثواني وبيرميها من فوق الجبل. سبيكلز بيكون واقف بيراقب امه وهي بتقع من فوق المنحدر، وبيكون مش مصدق نفسه انه بقى لوحده خلاص، وبيكون مش عارف هيتعايش ازاي وهو مش بيقدر حتى يصطاد فريسته. ومن اللحظة دي قرر انه يبقى اقوى ديناصور في العالم وياخد حق عيلته بنفسه. بعدها بنشوف سبيكلز وهو ماشي لوحده بيدور على اي حاجة ياكلها، ومش عارف يلاقي حاجة خالص، لدرجة انه بقى بيسرق البيض من عش طائر الزاحف المفترس عشان يسد جوعه. بس طائر الزاحف بيشوفه وبيهجم عليه، وبيكون على وشك انه يقتله، بس سبيكلز بيقدر يهرب منه بسرعة وبينط في النهر. وفي يوم من الايام بيسمع سبيكلز صوت ديناصورات مفترسة جدا اسمهم فيلوسيرابتور، ومعروف عنهم السرعة والخفة في اصطياد الفريسة رغم صغر حجمهم، وفرائسهم دايما من نوع الحيوانات صغيرة الحجم. فبيقرر انه يمشي وراهم من غير ما يحسوا وهم بيصطادوا الفريسة، لكنه بيتفاجأ بوجود تيركس اللي بيكون سبقهم واصطاد الفريسة قبلهم. وبنعرف ان ده مكان عيلة تيركس وبقى عايش هناك دايما. وبيحاول سبيكلز انه يتسلل من غير ما تيركس ياخد باله وياكل شوية لحم من الفريسة، بس وقتها بيلاقي تيركس واقف وراه وبيحاول يهجم عليه، بس لحسن الحظ ان سبيكلز بيقدر يهرب منه بسرعة. وبعد سنين بيكون سبيكلز بقى عنده 5 سنين، لكنه برضه بيكون أضعف من إنه ينتقم لعيلته. وفي الناحية التانية بيكون تيركس بيقتل في كل الديناصورات في الغابة ومحدش عارف يوقفه. وفي يوم من الأيام بيحصل معركة عنيفة بين ديناصورين من أصحاب القرون عشان يشوفوا مين فيهم اللي هيفرض سيطرته على نساء المنطقة، وبيخسر واحد منهم وبيطرد بره القبيلة. وبتكون دي الفرصة الذهبية لتيركس عشان يصطاده، وبيروح تيركس وراه، لكن الديناصور ده راح يجري بسرعة، وفجأة بيظهر ديناصور صاحب قرون ومخالب حادة ممكن انها تقطع عظام اي حد بسهولة. بس تيركس بيكون اذكى منه ومش بيستسلم بسهولة، لانه قدر يخدع الديناصور صاحب القرون وثبت مخالبه في الشجر، وبعدها مسكه من رقبته وقتله وبدأ انه ياكله. وبتظهر انثى اسمها بلو اي من فصيلة التربسورس، وبتقرر انها تسرق فريسة تيركس، لكنها بتتردد في اخر لحظة لانه اكيد اقوى منها وهيقتلها. وفي الوقت ده بيقدر سبيكلز يسرق قطعة من طعام تيركس، وبتشوفه بلو اي وبتروح وراه، فبتصعب عليه وبيديها جزء من طعامه. وبعدها الاتنين بيتصاحبوا وبيعيشوا مع بعض دايما، وبيروحوا يصطادوا مع بعض. وبعد 5 سنين بيكونوا بعدوا عن أرض تيركس، وبيقدروا هما الاتنين إنهم يصطادوا الفرائس بسهولة أكتر عن طريق إنهم يصطادوا الفرائس بالحيلة اللي اتعلموها من إخوات سبيكلز، عن طريق إن سبيكلز يوقع الفريسة في الكمين وبلو آي تنقض عليها. وفي يوم من الأيام بيكتشف تيركس منطقة السب بتاعتهم، وبيروح تيركس يهجم على منطقتهم عشان يحتلها، وحاول إنه يهجم على بلو آي ويطردها. وطبعا سبيكلز بيتضايق وبيروح يدافع عن صاحبته، بس تيركس بيكون اقوى منه، فبيضطر سبيكلز انه يستسلم ويمشي من المنطقه هو وبلو اي، وبيقرر ينتقم منه بطرق تانية. وبيروح سبيكلز يستدرك تيركس للمستنقع، وبسبب ان التربه رخوه جدا فده خلى رجلين تيركس تلزق، وبيبدا انه يغرق واحده واحده في الطين. وبعدها بيروح سبيكلز يحتفل مع بلو اي بالمناسبه العظيمه دي، بس فجاه بيظهر تيركس من وراهم وبيحاول يقتلهم، لكنهم بيطلعوا يجروا منه بسرعه وبيهربوا المكان بعيد جدا، وبيحاولوا يدوروا على اي فريسه، لكن المنطقه بتكون فاضيه تماما ومفيش اي مكان يسمح انهم يتعايشوا فيه، لدرجه ان بلو اي قوتها بتضعف جدا وبتكون مش قادره تكمل مشي، لكن سبيكلز بيفضل يشجعها عشان تقوم معاه لغايه ما بيلاقوا قطيع من الديناصورات ماشيين في اتجاه معين، فبيروحوا وراهم لغايه ما بيوصلوا لمكان ينابيع الميه السخنه، فبيفرحوا جدا وبينزلوا في الميه عشان يسترخوا بعد الرحله الطويله دي. وبعد 10 سنين بيكونوا عايشين هما الاتنين سعداء مع بعض،
بعد ما عملوا بيتهم الخاص في غابة بعيدة، وسبيكلز بقى عنده 20 سنة وبيكون أقوى من الأول بكتير. وبتكون بلو آي حامل وجوزها متحمس جدا، بس للأسف الحلو ما بيكملش لأن تيركس بيقدر يحدد مكانهم وبيصمم على قتلهم وبيحدف عليهم صخرة. وقتها سبيكلز بيدافع عن مراته وبيزقها بعيد، لكنه بيقع في النهر وبيحصل معركة عنيفة بين بلو آي وتيركس، وبتكون على وشك إنها تموت لأنه مسكها من رقبتها وهياكلها. بس لحسن الحظ إن سبيكلز بيستجمع كل قوته وبيطلع من البحر وبيبدأ في الهجوم بكل شجاعة على تيركس، وبيمسكه سبيكلز بسنانه وبيحدفه على الأرض وبينتصر عليه. وبيكون مشهد حبيبته وهي على الأرض بيفكره بمشهد موت أمه، وبيكون مش عاوز التاريخ يكرر نفسه، وعشان كده جات له كل الشجاعة دي في هزيمته. وبيؤمر تيركس يمشي من منطقته، ووقتها بيحس سبيكلز بانتصار عظيم. وبعد الانتصار عليه بيقرروا ينتقلوا لمكان سبيكلز الأصلي عشان بلو آي تولد أطفالها في سلام. وبتفضل بلو آي راقدة جنب البيض لمدة شهر، بس بسبب ظروف الطقس الصعبة بيعيش بس 3 أطفال من ولادها والباقي بيموتوا. وبيكون في طفل منهم بيكون شبه أبوه جدا وعنده نفس البقع اللي في جسمه، فبيقرروا يسموه سبيكلز جونيور. ومع مرور الوقت بتقرب فترة العصر الطباشيري إنها تنتهي، وحالة الطقس بتسوء أكتر، وتيارات المية بتتبخر، والمحيط بيبدأ ينشف، ودرجة الحرارة بترتفع، والديناصورات ما بقوش قادرين يلاقوا فرائس. وفي يوم من الأيام بيلاقوا ولادهم بيصرخوا من الخوف لأنهم حسوا بهزة أرضية غريبة، وده بسبب إن حصل انفجار رهيب في البركان، وده أدى إلى إن البركان بقى بيقذف كرات من اللهب على الغابات وبيحرقها. وطبعا كل الديناصورات بتبدأ في الهروب بسرعة لأن أراضيهم بتنهار. وبيهرب سبيكلز وعيلته عن طريق نفق صغير في الجبل، وفي وسط ما كانوا بيهربوا بتقع صخرة على واحد من أطفاله وبيموت فورا. وبتروح بلو آي بسرعة تنقذ باقي الأطفال، لكن في صخرة بتقع على رجليها وبتتصاب وبتكون بتتحرك بصعوبة. وبعد كده بينضم سبيكلز وعيلته القطيع من الديناصورات الهاربين من البركان، وبيفضلوا أسبوعين في الرحلة بدون طعام أو شراب، ومفيش حواليهم أي أنهار، وده أدى إلى سقوط عدد كبير من الديناصورات. وطبعا دي كانت فرصة ذهبية لجماعة الفيلوسيرابتورز إنهم يهجموا على الديناصورات الضعيفة ويصطادوها، لدرجة إن في ديناصور ضخم أكل الأعشاب ووقع على الأرض، وبيتجمع الفيلوسيرابتورز حواليه وبيبدأوا ياكلوا فيه. وبسبب إصابة بلو آي وقعت على الأرض وما قدرتش تكمل مشي، وبيروح سبيكلز يطلب منها ما تستسلمش دلوقتي لأنهم قطعوا شوط كبير، وبيكون خايف إن الفيلوسيرابتورز يعملوا فيها زي ما عملوا في الديناصور الضخم. لكنها برضه مش بتقدر تقوم من على الأرض، وبتطلب من سبيكلز إنه ياخد الأولاد ويمشوا بسرعة، وبتوصيه إنه ياخد باله منهم ويحميهم مهما كان التمن. ووقتها بيلاحظ جماعة الفيلوسيرابتورز إن بلو آي وقع على الأرض، فبيستعدوا للهجوم عليها. بس سبيكلز بيقف لهم وبيهجم عليهم وبيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني، بس مع مرور كل ثانية قوته بتضعف أكتر. وقتها بيلاحظوا الفيلوسيرابتورز وجود أطفال سبيكلز وبيحاولوا يهجموا عليهم، وفي الوقت ده مش بتقدر بلو آي تقاوم تعبها أكتر من كده وبتموت. وبيفضل سبيكلز يبكي عليها، لكنه بيكون مدرك إن ده مش وقت حزن لأن ولاده في خطر، فبياخد أطفاله بسرعة وبيهربوا كلهم. وبعد ما بيوصلوا مكان آمن بيفضلوا يراقبوا الفيلوسيرابتورز وهم بياكلوا في بلو آي من بعيد. وبعد 14 يوم بيقدروا يوصلوا الأرض فيها مية وأكل أخيرا، لكنهم كانوا عاوزين يوصلوا للواحة. لكن المشكلة إن الطريق للواحة مليان مخاطر، لأنهم المفروض هيعدوا من فوق جبل ضيق وتحته محيط واسع، اللي هيقع فيه هيموت في ساعتها. لكنهم بيجازفوا وبيعدوا من فوق الجبل ببطء على أمل إنهم يوصلوا للواحة ويبدأوا حياة جديدة. وعلى الجانب الآخر بيكون تيركس بيراقب قطيع الديناصورات وهم جايين عليه من بعيد. وفي وقت ما كان سبيكلز بيمشي مع أطفاله فجأة بيسمع هزة أرضية، وبيفهم وقتها إن التيركس جاي وراه، وبيفتكر اللي حصل زمان في الماضي مع عيلته. وبالفعل بيظهر تيركس قدامه وبيحصل بينهم معركة عنيفة جدا، وبيحاول تيركس ينصب كمين لسبيكلز لكنه بيفشل. ولما بيحس تيركس انه بدأ يخسر في المعركة دي قرر انه يهجم على اطفال سبيكلز، وللاسف قتل واحد منهم. ووقتها سبيكلز بيغضب جدا وبيهجم على تيركس وبيوقعه على الارض. ووقتها تيركس بيقوم مرة تانية وبيوقع سبيكلز جونيور في المحيط. ووقتها بيستجمع سبيكلز كل قوته وبيرمي تيركس في المحيط، وبيبص في المحيط وبيشوف سبيكلز جونيور لسه عايش وبيصرخ وبيستنجد بأبوه عشان ينقذه من تيركس. ووقتها بينط سبيكلز في المحيط وبيحاول ينقذ ابنه، بس تيركس بيهجم عليه وبيتصابوا بجروح هما الاتنين وبينزفوا دم كتير. وبيكون سبيكلز جونيور ماسك في خشبة ومستني أبوه يجي ينقذه، وبسبب ريحة الدم نتيجة الإصابات اللي اتعرضوا ليها هما الاتنين بيظهر 2 من ديناصورات المية اسمهم تيلوسوروس. ووقتها بيروح سبيكلز يمسك تيركس وبيسلمه للتيلوسوروس وبيموت أخيرا. وبعدها بيروح سبيكلز ينقذ ابنه وبيفضلوا يسبحوا في المية على أمل يوصلوا للواحة.
وبيكون الطريق شاق وطويل جدا، بس بعد كام ساعة بيكون سبيكلز فقد وعيه من كتر التعب، لكنه بيفوق بعد فترة وبيكون وصل للشاطئ، وبيلاقي ابنه قدامه بيناديه، وبيفرحوا جدا هما الاتنين إنهم أخيرا تمكنوا من الانتصار بالرغم من كمية الخسائر اللي تعرضوا ليها. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الجديد من فيلم جديد. سلام يا صديقي.